اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده من الخلاصه. النهارده بقى هنتعرف على اخطر انواع النرجسيين اللي بيقولوا عليه النرجسي الخفي او ما يسمى بالقاتل اللي بيحضر. لان مش كل نرجسي بيزعق ومش كل مؤذي بيكسر بصوت عالي. في نرجسي بيسموه الخفي وده اخطر لانه بيوجعك وانت فاكر انه بيطبطب عليك. النرجسي الخفي مش هتلاقيه دايما في الصوره، مش صوته عالي ومش دايما واثق، لكن جواه نفس الجوع، نفس التكبر، نفس الحاجة للسيطرة، بس متغلف برقة كدابة وكسرة وتمثيل. بيبدأ يحسسك انه ضحية، يقنعك انك الوحيد اللي فاهمه وانت طيب وبتحب تنقذ فتقرب. بس خد بالك، هو مش بيقرب علشانك، هو بيقرب علشان يتغذى على تعاطفك. ده اللي العلماء بقى بيسموه ايموشنال سبلاي. يعني بدل ما ياخد اعجابك في زي النرجسي الظاهر، هو بياخد تعاطفك، احتوائك، خوفك عليه، وده بالنسبه له اقوى. النظريه النفسيه الحديثه بتصنف النوع ده ضمن النرجسيه الضعيفه او فلينبور نارجسيزم، وبيقول عنها العالم بول روز انها بتمزج ما بين الاحساس العميق بالدونيه ورغبه خفيه في التفوق. يعني بيبان مكسور بس جواه شايف انه ارقى من الناس. والنرجسي الخفي بارع في دور انا مش كويس، وانت تحاول تصلحه، تحاول ترفعه، تحاول تنقذه، بس في كل مرة هو ياخدك معاه لتحت أكتر، يحسسك بالذنب لو بعدت، ويبكي لو قررت تمشي، ويقولك أنا اتعلقت بيك، هتسيبني لوحدي؟ بس لما بتيجي تقول أنا تعبت، يقولك ما أنا كمان دايما بتخلوني وحيد، ويلعب دور الضحية بإتقان لحد ما تبقى أنت المتهم وأنت اللي محتاج تعتذر. الدراسات اللي اتعملت على النوع ده زي دراسة ميلفي أكدت إنهم بيكونوا حساسين جدا للنقد، وبيحملوا ضغينة بصمت، وبيستخدموا اللعب العاطفي كسلاح. يختفي فجأة، يظهر فجأة، يتجاهلك وقت ما تكون محتاجه، وبعد ما يرجع يلومك علشان بعد. طب والخلاصة؟ الخلاصة بقى إن النرجسي الخفي بيعيش على تعاطف، كل ما تكون طيب أكتر كل ما تكون لقمة أسهل. فما تسيبش طيبتك أداة في إيدك، افهم مشاعره بس ما تتحملهاش، ولما تلاقي نفسك دايما في دور المنقذ ارجع خطوة لورا وراجع الدور، لأن مش كل غريق يستاهل تطفي شمعتك علشان